طب ايه بقى يا رجاله؟ نعمل ايه بقى بالله عليكم؟ نكابتن هالاند تاني قدام ليفربول، ولا نكابتن صلاح اللي محترف قدام مان سيتي على الرغم من مستواه المتذبذب؟ ولا نطلع بره هالاند خالص ونتجنن تاني؟ ولا الايرلينج هالاند مفيش بقى هزار وخلينا ماشيين محترمين وبلاش يعني نكلمه عشان كده الموضوع فاهم؟ بلاش نيجي عليه عشان لو جه علينا هيجي علينا بزياده قوي. مش عارف والله، مش عارف. حاجة محيرة جدا، الكابتنة في الجولة دي محيرة جدا جدا جدا. هل الواحد فعلا يطلع لخيارات تانية ولا يعمل ايه؟ وده اللي هنقوله في الحلقة دي ان شاء الله. يا حلقة نصائح الجولة وحلقة توقعات المباريات في نفس الوقت. ويلا بينا نخش نتكلم على المفيد على طول. يلا بينا يا رجالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب وعشاق ومتابعي فانتازيا الدوري الإنجليزي. أهلا بكم في حلقة جديدة مع أخوكم محمود الشيكس مجنون فانتازيا. عاملين إيه يا حبايب قلبي؟ إن شاء الله تكون جمعة مباركة عليكم. النهاردة جايين نتكلم على نصائح الجولة ال11 فانتازيا الدوري الإنجليزي و... وهنتكلم على توقعات المباريات وأفضل كابتنة من وجهة نظري في السريع كده. وانا بتكلم برضو على توقعات المباريات، هقترح عليكم بعض اللعيبه اللي ممكن لو حد عايز يشتريها او كده. وفي اخر اخبار برضو في المؤتمرات الصحفيه برضو هنقولها كده في وسط الكلام، فاهم قصدي؟ وان شاء الله تبقى حلقه لذيذه وخفيفه على قلبكم، وان احنا يعني نوصل لكم ايه المعلومه تستفادوا منها قبل الديدلاين للجوله ال11 اللي هو بكره الساعه تقريبا 2 الظهر. تمام. يلا بينا نبتدي الحلقه يا رجاله الفانتازيا. يلا بينا. بقول لكم ايه، الجوله دي جوله صعبه جدا على فكره. انا شايفها من وجهه نظري ان هي جوله صعبه. يعني عندك فيها ماتشات قمه كتير والماتشات دي اصلا فيها اغلبيه اللعيبه اللي عندنا. فربنا يسترها علينا. وزي ما انت شايف كده في الماتشات بتاع الجوله ال11، اول ماتش معانا هو ماتش السبيرز والمان يونايتد. وطبعا يعني السبيرز في لو حد شافه في الماتش الاخير اللي لعبه في الشامبيونز ليج، عمل ماتش جميل جدا وكسبوا باربعه تقريبا واحد. والفريق كان الناس بتفكر وانا شخصيا كنت بفكر اطلع العناصر اللي عندي وكده، بس بعد الماتش ده والواحد ابتدى يعني دماغه تروح وتيجي. طب نمشي اللعيبه، طب نخليها، مع ان الماتشات بتاعها صعب يعني. بس كان في لعيب بس ملفت هو تشافي سيمونز، وانا يعني ما بوجهوش قوي للناس الصراحه، بس يعني ايه هو كويس. بس يعني اللي عايز يعمل حاجه ديفرنشال او كده ممكن يروح. والمان يونايتد طبعا جدولة الماتشات بتاعتها لطيفة جدا، وانا شايف ان انت لو تقدر تجيب موبيمو طبعا جيبه. برونو فرنانديز طبعا جيبه. ف يعني انا شايف كده، يعني لو تقدر عندك يعني ان انت الابيليتي والفلكسبيليتي يعني في الفريق بتاعك ان انت تنقل موبيمو، طبعا هو اولويه شراء بالنسبه لي يعني. تمام. الماتش ده ممكن يخلص حاجه زي 2-1 للمان يونايتد، اتوقع كده يعني. مع ان والله بعد ماتش الشامبيونز ليج للسبيرز حاسس الماتش ممكن يروح ل 2-2 عادي. تاني ماتش معانا هو ماتش ايفرتون وفولهام. طبعا ايفرتون وفولهام ماتش يعني ايفرتون فريق كويس هجوميا شويه، بس ما بيترجموش الفرص اللي بتجيلهم كتير. يعني لو عندك طبعا اندوي خليه، جريليش خليه، هو بيصنع كتير بس مفيش حد بينفذ. انا عندي لعيب اسمه جارنر بيلعب، جايبه كده بس ايه ديفرنشال وبسعر رخيص. وهسيبه يلعب في الماتش ده، يمكن يطلع لي بالتدخلات الدفاعيه بكلين شيت باي حاجه نستفاد منه على سعره ده يعني. ماتش رايح لسكه 1-1 او 1-0 لفولهام. متوقعش كلين شيت لايفرتون. وفي عندهم في الدفاع مايكل كين، طبعا كلنا عارفينه، هو بقاله كام ماتش بيجيب التدخلات الدفاعيه، فلو حد يفكر فيه ب4.5 مليون تمام. بس هو ماتشاتها الجايه مش اسهل حاجه، ففي اولويه لناس تانية. انا بس بديك ايه، اديك الزبديه كده اللي في النص. الماتش التالت بتاعنا هو ماتش ويست هام وبيرنلي. ويعني ويست هام في الماتش الاخير اللي مع السبيرز كان ماتش، كان فريق تحسه منظم شويه وابتدى يظبط نفسه. ويعني في خيار ديفرنشال خالص لو في حد عنده بون. في واحد صاحبي عنده في الدرافت بون، انا يعني بنصحه ان هو يخليه في الماتش ده، وارد يعمل حاجه. ووارد ويست هام تكسب اصلا 1-0 او 2-0 ويجي لها كلين.
وعلى الرغم من ان بيرنلي فريق رخم دفاعيا، بس يعني رخم على ارضه، بس بره ارضه بيبقى مفيش خالص. تمام. الماتش اللي بعده هو ماتش ارسنال وساندرلاند، والماتش اللي فيه كلام كتير قوي هقوله. اول حاجه هو خلاص تاكد غياب جوكوريز، يقول لك ممكن يلحق الديربي اللي جاي مع السبيرز وممكن لا، فطبعا اولويه بيع جوكوريز طبعا. عندك خيارات ممتازه جدا، عندك ماتيتا طبعا مفيش كلام، ده يعني اول خيار الناس لازم تروح تجري تجيبه، لان هو عنده الماتشات بتاعته كويس. ولا هو بصراحه يعني انا غلطت لما مشيته من فريقي وبتحاسب لغايه دلوقتي لان انا مش عارف اجيبه تاني، وعايز اعمل ماينس وبتاع عشان اجيبه. فهو بصراحه ديفرنشال جميل جدا. و... وشايف ان انت لو عايز تطلع من جوكوريز تروح على طول لباتيتا او جواو بيدرو لو انت بعته، بس انا الحمد لله ده اللي صبرت عليه يعني. طبعا ساكا انا مش عارف اقول ايه من ناحيته، ساكا رقمه عالي وما بيديش الاداء بالرقم ده. ايزي نفس الكلام. وعندك دوجلاس رايس نجم النجوم وبسعر بسيط جدا، وكده كده 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 الراجل بيجيب مساهمات، ولو ما عملش اي حاجه خالص هو اصلا ارسنال بتكسب ازاي؟ 90% من مكسبها دلوقتي هي في الكورنرات والكلام ده. فلو انت ركزت شويه هتلاقي ان دوجلاس رايس هتلاقيه بيرفع في يعني كتير، ووارد يعمل لك اسيست كامل، ما فيش وارد يجيب لك جون زي الماتش اللي فات وظبط الناس اللي جابته. فهو خيار ممتاز جدا، بس انا مش عارف ان احنا نعمل ترانسفير من نفس الفريق في نفس الجوله، انا شايفها صعبه شويه. ممكن تفكر فيه في الجولات اللي جايه، انما في الجوله دي اللي معاه سيكا اللي معاه ايزي في نص الملعب يسيبهم ويلعب بيهم وخلاص. واتوقع ماتش فوز يعني الارسنال 2-0 او 3. وطبعا جابرييل مجراشي، انا مش عارف ايه القصه بتاعته، كل يوم بيغلى كل يوم بيغلى، هيوصل علينا تقريبا وقت هنشتريه بسعره الحقيقي اللي اشتروه من اوروبا، فاهم؟ تيجي تقول لي انت شاري جابرييل بكام، اقول لك شاري ب 60 مليون يورو وبالانتقالات بكل حاجه وبتاع، مش فاهم هيروح فين تاني. كفايه يعني يهدى علينا شويه عشان الناس اللي ما لحقتش تجيبه تعرف تجيبه. انا الحمد لله لحقت اجيبه، بس يعني مش كده، عايز اجيب اصلا خيار تاني من دفاع الارسنال ضروري جدا، والموضوع بقى غريب يعني. فيعني الماتش ده برضه متوقع ايه زي ما انا قلت 2-0 للارسنال. الماتش الجميل برضه اللي المفروض يبقى ده ماتش الجوله بالنسبه للناس اللي معاها في لعيبه تشيلسي، وتشيلسي وولفز. طبعا وولفز اصلا مطلوب منه مدافع والمدرب مشوه والفريق واقع، وقلت لكم من 3 4 جولات هو فريق يعني مهدد بالهبوط كده كده. وتشيلسي هجوميا شرس ولذيذ ودفاعيا مش وحش برضه والله. فاللي معاه اي عناصر من تشيلسي طبعا يخليها، لو انت عايز تعمل تغيير لجوكوريز لو عندك وطالب معاك غير ماتيتا، معاك جواو بيدرو متوقع يجيب اهداف ومتوقع يرجع يعني يعني يجيب لنا نقط كويسه، عندهم راوند ماتشات كويس قوي. فده برضه ممكن تروح تجيبه. وعندك برضه في نص الملعب لو ما عندكش كايسيدو، انا شايفه برضه اولويه شراء الصراحه. اللي انا بكلم برضه يا جماعه على الناس اللي هي مش عايز تعمل ماينس وكده ومعاها اصلا تغيير، او تغييرتين مثلا anyway. فطبعا كايسيدو طبعا مفيش كلام، انزو طبعا، بس انا بحب يعني برجح كايسيدو اكتر، معرفش ليه، احساسي بقى، كل واحد بقى ويميل براحته. وماتش متوقع مثلا 3-0 لتشيلسي وكلين شيت، فاي حد برضه معاه دفاع من تشيلسي ينزله كده كده، فاهم قصدي؟ بس ما لو حد عايز يروح يشتريه وهو عنده الماتشات مش احسن حاجه بعد الجولتين، فممكن يبقى فيه اولويه، لان دلوقتي الناس كلها بتفكر يبقى عندهم دبل من دفاع ارسنال، واحد على الاقل من دفاع كريستال بالاس، والاخير ده هو اللي بيلعبوا فيه، بس غالبا بيبقى فيه يا سينيسي يا اما اندرسون معروفه يعني، فتحس خط دفاع متقفل كده. فعادي لو انت طلعت من دفاع تشيلسي مش ازمه، بس لو هو عندك طبعا العب بيه واستفاد في الماتشات الحلوه دي. يوم الاحد طبعا خلي بالكم لان بعد الجوله دي في توقف دولي، وهنقعد شويه حلوين بقى ايه، ننقنق كده في التفكيرات وفي الحاجات. يوم الاحد ان شاء الله في ماتش جميل، ماتش استون فيلا وبومنموث، ماتش حلو. وايه رايكم بقى فاهم في كابتنة سيمينيو في الماتش ده؟ مش عارف، قلبي بيقول لي ان هو هيعملها. إيه لو معاك طبعا دفاع من بومنوس العب، انا عندي الجون بتوفيتش وهلعبه. استون فيلا مش وحشه، بس تحسها فريق لسه برضه ما جمعش القوه الجامده، مش الفريق اللي احنا متعودين عليه نشوفه في المواسم اللي فاتت. فعادي يعني ممكن، يعني انا شايف ان في احتماليه مكسب كده كده لبومنوس، وما اعرفش برضه ايه اللي ممكن يحصل، بس ده احساسي يعني. بومنوس ممكن تكسب 2-1 او 3-1.
برينتفورد ونيوكاسل ماتش برضه كويس جدا، على الرغم برينتفورد انا الماتش اللي فات يعني اتبهدلوا قوي، بس عادي، ده عادي، فريق هجوميا كويس، بس برضه كان كريستال بالاس فريق تقيل عليهم يعني. نيوكاسل دفاعيا مش احسن حاجه الصراحه، وارد يدخل فيهم اجوان عادي يعني. انا كنت الاول برجح لكم الكليم من جولتين، بس بعد ما شفت المستوى ده بصراحه في الحلقه اللي فاتت قلت ان لا يعني نطلع منهم لو نقدر. وعندنا بقى الخيارات زي ما انا قلت لكم ممتازه يعني. وماتش انا شايفه حاجه زي مشكله كمان نيوكاسل ان هي هجوميا حتى فريق غريب يعني. اغلبيه الماتش اكتر ماتش طلعوا فيه تقريبا جايبين جونين يعني، ما بيجيبش جوان، فانا بقى ابتديت اخاف اصلا على فولتميدا اللي معايا. فبفكر ان انا عايز اطلع منه برضه اللعيب تاني، بسبب ان هما ما بيوصلوش، اللعيب كويس بس هو ما بيوصلوش، فهيعمل ايه؟ متوقع الماتش ده ممكن تبقى 2-2 او 2-1 لبرنتفورد، ممكن، انا شايف كده يعني. كريستال بالاس وبرايتون طبعا ده ماتش الاهداف، ده ماتش اللي هو ممكن يخلص 3-2 بس دفاعيا بقى صباح الفل، مع ان كريستال بالاس دفاعيا اقوى، بس هجوم برايتون قوي جدا، فوارد يكسر الدفاع ده طبعا. وكريستال وبرايتون مع دفاع مهلهل عادي صباح الفل ممكن يخش فيها اجوان، فهو ماتش ايه اللي معاه بقى اللي مثلا لو ناس هتروح تجيب ماتيتا جميل وخيار كابتنه، اسماعيل صار جميل لو عندك طبعا، ما تفكرش تبيعه في ماتش زي ده، وخيار كابتنه. الدفاع يلعب عادي، انا هلاعب مارك جوي ما عنديش مشكله، واللي عنده اي حد بالدفاع يلعبه، وعادي بقى علينا وعليكم. برايتون نفس الكلام، منتين اللي عنده ينزله طبعا. ويلوك طبعا يلعب. ماتش هيبقى كويس وفيه اجوان كتير يعني. والماتش اللي قبل الاخير هو نوتنجهام فورست وليدز، وماتش انا مش شايفه يعني حاجه جامده، بس انا شايف ان نوتنجهام فورست هتكسب 2-0 تقريبا او 2-1 يعني. ولو حد عنده دفاع من ليدز زي جود مونسون ده انا راكنه دكه يعني. وماتش القمه، الماتش الاخير ماتش القمه، ماتش ليفربول ومان سيتي، ده ماتش القمه يا جماعه. وانا للاسف ليفربولي قديم، بس اتوقع فوز للمان سيتي 2-1 او 2-2 ان شاء الله. وان شاء الله ليفربول تكسب يعني، بس انا بتوقع من الفورمه بتاع الفريقين تحس ان اللي اقرب للفوز المان سيتي يعني. وارد عادي برضه ليفربول تفوق زي ما فاتت في ماتش الريال، والماتش اللي قبله بتاع استون فيلا فاقت كده وطلعت بكلين شيت وبتاع. طبعا صلاح انا عندي صلاح، ووارد ان انا اعمله كابتن في ماتش ده لسبب واحد بس، ان صلاح هو متمرس يجيب اهداف في الفرق دي. سبحان الله، هو ممكن يبقى مثلا قدام بيرنلي ما جابش 5 تجوان في حياته، بس قدام مان سيتي معدي ال 18 جون، فهي دي الفكره، هو كعبه عالي عليهم، فوارد يجيب اجوان، انا بفكر فيه. وهالاند برضه بيجيب اجوان عادي في ليفربول. ودفاع ليفربول بس مش حلو خالص، حتى فيرجيل انا شايفه مش احسن حاجه، واللي عنده اصلا لازم يخلص منه، فمش عارف. بس انا شايف متوقع زي ما قلت لكم كده، ومع تالق هالاند وصلاح ان شاء الله يا رب، والاثنين عندي والاثنين يعملوا الدنيا، بس الكابتنه بقى. بس وهي دي الجو، هي دي الماتشات والتوقعات بتاعتها، وسريعا كده وقلت لكم برضه النصايح الناس اللي ممكن نجيبها ايه واللي ممكن نستغنى عنها ايه. والكابتنة الجولة انا شايف ان كابتنة الجولة بقى فاهم طبعا، لو زي الناس العادية اللي هي كل الناس العادية اللي هو كابتن هالاند طبعا. هالاند قدام اي فريق، ليفربول مش ليفربول خلاص، هو في فورمة دلوقتي عالية قوي، وارد يجيب جون واثنين وثلاثة في ليفربول وفي اي فريق قوي. وف يعني هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن نشك في كابتنته قدامه هو الارسنال، وبرضه بيجيب فيهم جوان، بس انا بكلمك في كده. وصلاح طبعا ديفرنشال مش عند حد ناس كتير، بس يعني حد معاه صلاح وعايز يكابتنه هو ريسك، بس بصراحه ريسك جميل جدا جدا جدا، لان عادي صلاح برضه فايق الفتره دي، انا شايفه فايق ووارد يعمل حاجه في ماتش زي ده. عندك ماتيتا طبعا، كريستال بالاس، ويلوك، دي كابتنات ديفرنشال يعني، ماتيتا مش ديفرنشال او ويلوك هو اللي ديفرنشال، بس برضه كابتنه جميله. عندك سيمينيو قدام استون فيلا، برضه كابتنه حلوه كده. عندك طبعا جواو بيدرو، برضه محدش فكر فيها كتير، بس قدام ويلفز الدفاع اللي مش موجود جواو بيدرو وارد يطلع بجونين. وطبعا اي خيار من دفاع الارسنال، انا يعني لو جابرييل تاني يبقى حاجه جامده جدا عادي جدا، وارد يطلع بكلين وجون بالهيد ولا حاجه تاني ويجيب لك برضه 17 نقطه، وهي مغامره ومغامره حلوه وكسبانه كسبانه من الاخر يعني. طبعا ساكا عشان طبعا جوكريس كمان مصاب، فما معاه اوبشن الكابتنه، فده برضه حلو جدا للكابتنه في الجوله دي. بس وما اعتقدش ان في حد تاني يعني، ممكن مبيمو، بس انا مش حاسس ان هو يعني ممكن يخرب الدنيا قدام السبيرز. بس وهي دي الحلقه، ويا رب تكون عجبتكم، ويا رب تكون خفيفه على قلبكم، وان شاء الله نشوف بعض بعد الجوله ونكون كلنا فرحانين. يلا سلام عليكم.